بداية بتشكيلة الفريقين. تشكيلة المنتخب الوطني المغربي يدخل في هذه المباراة بالأسماء التالية: في الحراسة خديجة الرميشي رقم 1 على مستوى بقية اللاعبات. في خط الدفاع حنان أيت الحاج رقم 17. رقم 3 نهيلة بنزينة. على مستوى فادتنا تعطى صافرة انطلاق المباراة بصافرة الحكمة صباح سدير. المنتخب الوطني المغربي هنا الفرصة لجرايدي تسديدة. جرايدي في أول تهديد، في أول فرصة 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 للمنتخب الزامبي وخروج موفق لحارس تحركاته. فرصة خطأ 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 سوء تفاهم، خطأ وسوء تفاهم بين خديجة الرميشي وزينب الرضواني يعطيان الفرصة للمنتخب الزامبي لتسجيل هدف التقدم في حدود دقيقة 20. إذن سوء تفاهم بين خديجة الرميشي وزين حنان 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 حنان. ما زالت الكرة خطيرة للكرة الآن. فرصة مغربية، فرصة كادت أن تكون واحدة من الحلول لو كانت رأسية نهيلة بنزينة في طريقة للشباك. خروج خاطئ من حارسة المرمى. تعود مرة أخرى هنا المحاولة تسديد لكن ضعيفة. يعني لحسن الحظ أنها قررت تسديد من هذا المكان. باندا بربرة 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 يا محاولة مرت سلامات على دفاعات المنتخب الوطني. هنا فرصة ممتاز 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 التدخل الماضي. إمكانية وعودة في التغطية الدفاعية من جانب الدفاع. فرصة ضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء للنخبة الوطنيه عن طريق زراوي. تتقدم سكينة. فرصة والهدف. هدف تعديل للمنتخب الوطني المغربي النسوي عن طريق سكينة وزراوي. تمكن من إعادة المنتخب الوطني المغربي النسوي للمقابلة من جديد بعد مجهود كبير من غواندا. غتبحث عن التمرير. فرصة خطأ. حذري حذري. هدف ثاني، هدف ثاني. المنتخب الزامبي يستفيد من هدايا المنتخب الوطني المغربي في هذه الجولة الأولى عن طريق نفس اللاعبة. تبحث عن الهاتريك. تمر الكرة. ماذا تقول حكمة اللقاء وضربة جزاء؟ ضربة جزاء. ماذا يحدث للمنتخب الوطني المغربي في هذا الأثناء؟ ضربة جزاء. بربرة باندا مشات مع خديجة الرميشي لكن قوة التسديدة لم تقوى عليها خديجة الرميشي وبالتالي الهدف الثالث للمنتخب الزامبي. من يشاهد النتيجة يظن على أنه المنتخب الزامبي أي سرعة تمتلكها المهاجمة بربرة باندا، يعني كسرت حاجز التسلل وانطلقت مسرعة جدا. تمكنت على أنها تضيف هدفها الشخصي الثاني والرابع لمنتخب زامبيا. مباراة للنسيان للمنتخب الوطني المغربي النسوي أمام المنتخب الزامبي. في السرعة بربرة باندا يا هدف خامس، هدف خامس. طريقة انطلاق على طريقة عدائيل 100 متر في الأمتار الأخيرة. مهاجمة المنتخب الزامبي بمنح زيادة العددية خط أمامي. فرصة مغربية طويلة شيئا ما وخروج موفق لحارسة المرمى موسوندا كاترين. ما قلت على أنه شباك غزلان غتبحث عن التسديد. تمر الكرة في اتجاه روزيلا. ممتاز. هو الهدف الثاني. إذا روزيلا يان تمنح الهدف الثاني المنتخب الوطني المغربي النسوي في حدود الدقيقة 83. وأنه كان ربما هناك تأخير لكن هنا خروج لحارس المرمى. هدف سادس عن طريق غوندا مونتيراتشيال. تسجل هاتريك في هذه المقابلة. هاتريك لبربرة وهاتريك لغوندا مونتيراتشيال. أمامنا